بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا يا جماعه على كلام في النهارده هو حاجه مهمه جدا جدا، وهي لو بشتري 200 NS ايه اللي انا ابص عليه واخد بالي منه، لان جالي صاحب البايك شاري الموتوسيكل امبارح، وهحكي لكم بالتفصيل ايه اللي حصل وايه اللي لقيناه في الموتوسيكل وهو لسه شاري الموتوسيكل امبارح. صاحب البايك لقى المروحه شغاله باستمرار. المهم جالي عشان نعمل دوره دورة تنظيف لريتير الموتوسيكل. طبعا لقينا القربة موجود فيها خلطة مية على زيت في القربة، وده طبعا يدل لنا لأن الموتوسيكل كان ضارب جوان وش سلندر قبل كده. طيب جالي المهم عملنا دورة تنظيف، طلعنا من الموتوسيكل ربع رتل مية من الريتير ومن الموتور ربع رتل مية بالظبط. طبعا غيرنا لنا في اجزاء كتير جدا من الصديه في اجزاء الموتور، زي الترموستات وزي الاماكن الخراطيم والامساهات الميه. طبعا الحمد لله تم الحل في كل ده وتم التنظيف وتم الحل. طبعا لما حطينا رتل الميه الكامل للريتير الموتوسيكل نفخ معانا ميه. طبعا صاحب البايك كان جاي لي بربع رتل ميه، فالربع رتل ميه دون هل ينفخ من الريتير؟ لا، مش هينفخ من الريتير ومش هيطلع من الريتير، لان المنسوب بتاعه على منفور مش هيوصل لغطاء الريتير من فوق، فبالتالي مش هينفخ معايا. طيب ليه لما حطيت رتل الميه الموتوسيكل نفخ معايا الميه دي؟ لان الموتوسيكل دلوقتي لما الميه فارت او حصل نفخ من الجوان حصل معايا نفخ منسوب الميه عالي فطلع معايا من الريتير. طبعا هو شاري الموتوسيكل امبارح ما يعرفش اي حاجه، بس لما حطينا الميه في الريتير بالمنسوب بتاعها الكامل اصبح معايا المنسوب عالي جدا في الريتير من الداخل، فلازم يفور معايا. طبعا لما فكينا لقينا جوان وش السلندر ضارب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين يا جماعه كميه الصدى اللي بتكون موجوده فيه. طبعا ده بيكون من الميه اللي بتكون موجوده من الحنفيه. زائد لان لقينا الخزنه بتاعه الصبابات، لقينا الخزنه يا جماعه مطرح ما بيبات عليها الجوان، لقينا الخزنه مقفعه، ومكان منسوب الجوان من هنا كان واطي جدا وكان من هنا عالي، فبالتالي كل ما هركب جوان هيحصل معايا عمليه ضرب للجوان في وقت بسيط جدا، وهيؤدي معايا لتلف ضرب الجوان باستمرار. طبعا لو اي حد غيري كان ممكن يقول له غير الخزنه بتاعه الصبابات، لكن بفضل ربنا احنا قدرنا نحلها وقدرنا نشيل العالي والواطي منها وخليناها كلها منسوب واحد نفس ما احنا شايفينه كده. وهيكون عنوان الفيديو في الصوره المصغره هتكون قبل وبعد، يعني هتكون الصوره بتاعه الخزنه قبل ما نعملها. طيب اخد بالي من ايه يا جماعه؟ اخد بالي يا جماعه، وده اهم حاجه، ان انا اخد بالي من منسوب الميه في القربه ومنسوب الميه في الريتير، لان المكنه لو ضربه جوان وش سلندر والميه اللي موجوده منسوبها ضعيف جدا زي ما قلت ربع رتل او نص رتل، مش هيحصل معايا عمليه نفخ في الريتير ومش هحس بالموضوع ده، لكن اللي هحس بيه هو تشغيل المروحه لفتره طويله. طبعا في ناس بتيجي تقول لي طب ما المروحه بتفضل شغاله. مفيش يا حبيبي الكلام ده، مفيش مروحه بتفضل شغاله. المروحه ليها نسبه سخونيه معينه في الميه وبعد كده بتفصل، وبعد كده لما نسبه السخونيه تيجي تاني للميه المروحه بتشتغل اللي هي تبردها، وبعد كده بيحصل عمليه فصل للمروحه. لان المروحه اكبر غلط تشغيلها باستمرار اكتر من 3 دقائق يا جماعه تشغيل المروحه. اعرف لان انت عندك مشكله في تبريد الميه والميه ما بتتبردش كويس. طبعا ده كانت حاجه بسيطه جدا حبيت ان انا اعرفها لكم. بعد كده يا جماعه نشتري موتوسيكل لازم ما نقعش في الفخ ده، ولازم نبص على منسوب الميه، لان زي ما قلت الجوان لو المكنه ضربه جوان وفيها منسوب ميه ضعيف محدش هيحس بيه، ولا الميه هتتنفخ ولا هنلاقي الميه بتنزل على رجلنا واحنا ماشيين ولا الكلام ده كله، لان زي ما قلت في بدايه الفيديو منسوب الميه مدام منسوب الميه بسيط هيحصل عمليه نفخ فيه من الريتير، مش هيحصل معايا عمليه نفخ للميه للخارج. وكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.